اهلا بحضراتكم من جديد، بنجدد التحيه بكم دايما وبنرحب بضيفنا الكريم الاستاذ محمد ناجي مدير تحرير موقع تتويج. اهلا بيك يا استاذ محمد في صباح الرياض. اهلا وسهلا بحضرتك يا كابتن، ربنا يخليك. عندنا اخبار كتير عن المنتخبات وعن الانديه، وهنبدا بالمنتخبات. اولا تاهل المنتخب المصري للكره الطائره للرجال منذ ساعات الى الالعاب الاولمبيه باريس 2024. مبروك. اكيد، الله يبارك في حضرتك. مبروك ليكي باعتبار حضرتك يعني من اسره الكره الطايره وواحده من ضمن اساطير الكره الطايره في تاريخ مصر. يعني تاهل مش مفاجئ بالنسبه لي. انا كان شايف ان المنتخب بيقدم نتائج كويسه جدا، وكنت في مره مع حضرتك بقول لك ان احنا عندنا لعيبه كتير جدا مميزين على مستوى العالم في الكره الطايره، مش مستوى مصر بس. والدليل على كده ان احنا النهارده بنشوف رضا هيكل دلوقتي هو بيحتل وصافه الترتيب العالمي هو طبعا لسه المباراه ما انتهتش كامل المباريات، لكن هو كان في منافسه كبيره، وهو كان امبارح كان الرابع، دلوقتي بقى ثاني افضل ضارب وثالث افضل مسجل للنقاط في التصنيف في التصفيات العالميه كلها. صحيح. فعندنا لعيبه كتير جدا على مستوى العالم، لعيبه مميزه. انت بس محتاجين احتكاك يكون قوي، واحتكاك يأهل اللعيبه انها تقدر تكون موجوده في البطولات الكبيره زي التصفيات العالميه دي او التصفيات الاولمبيه. شفنا مستويات مميزه جدا لمنتخب مصر. اللعيبه عندها عقليه مختلفه، انها تقدر تكون متاخره في مباراتين ويقدروا يقلبوا النتيجه ويرجعوا. كمان كانوا ماتشين صعبين جدا. منتخب الطايره رجال ملك العالم او بطل العالم في الريمونتادا بقى. ما تقوليش حاجه. دي حقيقه. هو بدأ 2-0 ويقلب الماتش 3-2. هو بدأها اصلا اليابان وقدام تونس. بص يا كابتن، هو بدأها اصلا في بطوله افريقيا، ان هو بريمونتادا بعد ما انت خسران من الجزائر. والناس بتقول حتى بعد، يعني كلمت عدد كتير من اللعيبه بعد قالوا لي اصعب ماتش بالنسبه لنا في التصفيات او في بطوله افريقيا كان ماتش كينيا، ما كانش ماتش الكاميرون في السيمي فاينال ولا ماتش الجزائر في الفاينل، ماتش كينيا. لان كينيا كانت مخرجانا من او كسبانه في بطوله افريقيا اللي قبلها في 2021. فكان بالنسبه وهم منافس قوي يعني، فكان بالنسبه لنا ماتش يا يدخلنا البطوله يا نخرج خلاص. يعني الموضوع هيكون يعني ده خلاص كان ماتش دور ال 16، فانت هتدخل يا خلاص ودعت البطوله. وكان هيبقى صدمه كبيره جدا للكره الطايره المصريه لا قدر الله لو كان ده حصل. لكن اللعيبه نفسها جمعت بعضها، وده كان من ضمن الحاجات اللي كنت دايما بتكلم عليها، انه اكيد بيكون في لمسات للمدير الفني، واكيد المدير الفني بيقدر ان هو بيتدخل يعدل بعض الحاجات، لكن اوضه اللبس هي مفتاح الفوز. لو انت لعيبتك كلهم تيم واحد وعلى قلب رجل واحد ومفيش حد عنده النفسانيات تبدا تتدخل. واحنا شفنا كلنا احمد صلاح قاعد على الدكه تقريبا ماتشات المنتخب كلها، لكن لما نزل في الماتش الحاسم في ماتش الجزائر واخر 5-6 نقط قدر ان هو اللي صنع الفرق وخلى المنتخب يقدر يفوز. فلو ده مش موجود، ان اللعيبه كلها بتحب بعض. شفنا رضا هيكل بعد نهايه البطوله، الراجل الناس كلها فرحانه بيه، الناس كلها بتقول له انت قدمت بطوله ولا اروع، قال لهم البطوله دي بتاعت احمد صلاح. فهو دي روح الفوز، يعني دي الروح اللي تخلي التيم يقدر انه يرجع. مرورا بقى لمباراه اليابان، وكانت مباراه مش في الحسبان خالص ان احنا نقدر ان احنا نكسب منتخب اليابان مصنف الخامس على مستوى العالم، وهي دي اللي ادتنا الافضليه في قصه ان احنا نتصدر التصنيف. فاحنا برضو عايزين نعرف الناس يعني احنا ازاي تاهلنا مجرد الطبيعي اصلا. نظام التاهل في 3 مجموعات عالميه، يعني نشرحهم للساده المشاهدين. هو بص يا كابتن، هو الاتحاد الدولي قبل نظام التاهيل كده فرنسا متاهله مباشره بصفتها مستضيف الالعاب الاولمبيه القادمه. جاب 24 منتخب، افضل 24 منتخب على مستوى العالم في التصنيف العالمي، وحطهم في 3 مجموعات. اتسقطت المجموعات ان هم كل مجموعه 8 فرق. ال8 منتخبات هيطلع منهم اول وثاني بس مباشره للالعاب الاولمبيه. بعد ده هيبقى متصدر كل تصنيف في قارته. طيب يعني باقي 5 مقاعد. باقي 5 مقاعد. نقول فرنسا و6 فرق طالعين من ال3 مجموعات هيتفضل 5. ال5 دول هيتاخدوا كافضل 5 منتخبات تصنيفا بعد نهايه الدوري الامم. دوري الامم ده المفروض هيكون في 24 يونيو 2024 هيتم التاكد
بشكل رسمي على تذكره مصر لكن هو خلاص هو بالنسبه لنا احنا قلنا ليه لا مصر مصر ولا اتاهلت تونس. رسميا وحسمت لانه ما عندناش اي استحقاقات تانية بالنسبه لنا او بالنسبه لتونس. مش هنلعب في دوري الامم، لا ولا مصر احنا ولا هم تونس. ولا احنا ولا هم، فخلاص فتصنيفنا كاول وتاني القاره الافريقيه هيفضل زي ما هو، هيفضل زي هو. ما هو على نفس حاله. فبناء على ده خلاص مصر رسميا تاهلت، لكن نقدر ناخد كلمه رسميا دي متبروزه من الاتحاد الدولي يوم 24/6/2024. لكن يعني نبدا ناخد مشوارنا احنا مش هنفضل قاعدين مستنيين لما الاتحاد الدولي يقول ونبدا نعد المنتخب، لانه خلاص هيكون فاضل ايام على صحيح. على الالعاب الاولمبيه. خلاص هو اوريدي كده اللعيبه هتبدا بعد مجرد ما ترجع. اكيد اتحاد الكره الطايره برئاسه باشمهندس ياسر قمر هيقعدوا مع الجهاز الفني بتاع المنتخب ويبداوا يحطوا خريطه ازاي هنقدر ان احنا نأهل لعيبتنا بشكل كويس. المنافسه في الاولمبياد هتبقى بشعه، هي اصعب مش منافسه صعبه. لا يعني هي اصعب منافسه، اصعب من كاس العالم واصعب من كل حاجه. بطولة 12 العالم. منتخب هيكون الموضوع صعب جدا. يعني انت عشان تكسب مباراه في اولمبياد هيبقى حدث، هيبقى حاجه كبيره جدا في تاريخ مصر يعني. خصوصا في ظل التطور الكبير اللي بنشهده في الكره الطايره عالميا يعني. صحيح. يعني انا النهارده الصبح ببص على المتاهلين، ببص المانيا متصدره مجموعتها، فيها البرازيل، فيها ايطاليا. يعني البرازيل وايطاليا دول الاهلي والزمالك الكره الطايره العالميه. المانيا متصدره التصنيف، متصدره المجموعه. خلينا نتكلم نقول ان المجموعه الاولى تأهل منها الاول والثاني المانيا والبرازيل 18 نقطه و13 نقطه على الترتيب. وفي المجموعه دي في المراكز بقى من الثالث للثامن ايطاليا، كوبا، اوكرانيا، تشيك، ايران، قطر. المجموعه الثانيه اللي هي مجموعتنا تأهل منها رسميا الولايات المتحده واليابان. رسميا احنا تأهلنا بس لسه الاعلان الرسمي احنا قلنا من شويه. الولايات المتحده واليابان في المركزين الاول والثاني. وفي المراكز من الثالث للثامن على الترتيب سلوفينيا، صربيا، تركيا، فنلندا، مصر وتونس. والمجموعه الثالثه تأهل منها اول وثاني بولندا وبلجيكا. وفي المراكز من الثالث للثامن كندا، بلغاريا، الارجنتين، هولندا، الصين، المكسيك. ممكن الترتيب ده يتغير لانه في ماتشات بتتلعب اوريدي، او في ماتشات كده يعني البرازيل وايطاليا يا كابتن الاثنين هم في ماتش مباشر بينهم، اللي يفوز هيتأهل مباشره مع المانيا. صحيح. في الماتش المباشر بينهم هيبقى الساعه 12 تقريبا. صحيح. في ماتشات تكون قويه جدا. بشكل عام الست فرق اللي تأهلهم الثلاث مجموعات المانيا والبرازيل والولايات المتحده واليابان وبولندا. لانه هقول لحضرتك على حاجه يعني، حتى هو برضو البرازيل او هي دي بقى من ضمن النقط اللي انا كنت وانا جاي حاططها قدام عيني انه لازم نبدا ناخد بالنا من القصه دي. ان انت ما يبقاش عندك رفاهيه ان انت بتهتم بمنتخب وقت تصفيات اولمبيه او وقت بطوله افريقيا بس، لا، انت هتحاسب على ال4 سنين بتوعك. الماتش اللي انت هتلعبه كل ماتش ليه قيمته. لو اهملت اللعبه سنه او سنتين هتيجي تلاقي نفسك بعد كده انت مش موجود على الخريطه. مش هتيجي تبص على التصنيف حركه تراجعت 20 مركز او 15 مركز. فعشان تحققهم دول انت محتاج من سنتين لثلاثه تاني شغل على طول. يعني فانت ما ينفعش ان انت تيجي تقول احنا، ما هو زمان كان بيحصل انه مش مشكله تقول ايه بطوله افريقيا دي مش مؤهله للالعاب الاولمبيه، هي بطوله كلقب هتاخد على. لكن انت دلوقتي كل بطوله هتشارك فيها. احنا شفنا اهو انه احنا لسه بنقول ماتش اليابان هو اللي ادانا الافضليه ان انت تبقى داخل ماتش تونس انت اصلا اوريدي سابق بخطوه. يعني انت ده عندك نقط مريحاك قدام ده، بالاضافه ان انت كده كده كمان حتى الماتشات اللي انت لعبتها قبل ماتش تونس ما خسرتهاش 3-0 انت باستثناء ماتش امريكا بس. صحيح. كل المباريات الثانيه اللي بعد كده كنت على الاقل ند قوي، بتاخد شوط في بدايه الماتش او بتاخد جيم في وسط الماتش من ضمن الماتشات. فبامانه منتخب الطايره مستنيين منه كتير في اللي جاي. انا مش عايز احط على المنتخب لود او عبء انه يا جماعه لا، عايز بقى اداء كبير جدا في الاولمبياد. الموضوع صعب جدا. عايزين ميداليه ولا لا مفيش ميداليه اولمبيه متوقعه من عشان الواحد لازم يكون امين. الموضوع صعب جدا بس جدا يا تأدي اداء. انت رايح بقى استمتع يعني انت رايح استمتع بمنتخبك. تأهل السادس في تاريخك. شاركنا 5 مرات قبل كده. المره الاولى كانت هي المره اللي احنا تأهلنا فيها واعتذرنا عن المشاركه في مونتريال 76. بعد كده شاركنا 5 مشاركات. افضل مشاركه لينا كانت في اولمبياد ريو دي جانيرو اللي فاتت. اتمنى ان احنا نحسن الترتيب بتاعنا
وان احنا نكون في العشر الاوائل لان هم اوريدي 12، بس ال 12 كلهم صعب يعني. انت عشان تفوز زي ما قلت لحضرتك كده في ماتش في الاولمبياد هيكون حدث كبير بالنسبه للمنتخب. السنه في الالعاب الاولمبيه اللي فاتت كنا كسبنا كوبا في المجموعات، فده كان من ضمن الحاجات اللي خلتنا نفنش دوره الالعاب الاولمبيه تاسع. الكره الطايره هتخلي بعثه مصر تاخد شكل اكبر على الورق بنسبه كبيره جدا، عشان الالعاب الجماعيه زادت، هنتاهل، هنضرب الرقم القياسي اللي احنا حققناه في الكره الطايره. لسه كره اليد كمان منتظر تاهلها برضو بنسبه كبيره جدا، لان احنا البطوله هتكون على ارضنا هنا في شهر 1. منتخب مصر ان شاء الله للكره يعني. لكره اليد، لا هو ده اكيد يعني. هو بس مفيش حاجه في الدنيا مضمونه. مش معنى ان انت هتلعب البطوله على ارضك وسط جمهورك والقصه دي ان الدنيا تكون، لا انت عندك منتخبات قويه، تحديدا منتخب تونس جاي اولا عايز يعني ما تبقاش تذكره التاهل بتاعه الطايره راحت وكمان بتاعه الهاند بول تروح، فالموضوع هيكون صعب جدا. هيكونوا جايين متحفزين بشكل كبير، خاصه ان انت اخر 3 بطولات انت او اخر بطولتين انت اللي فايز بيهم، اخر تذكره اولمبياد بشكل مباشر انت واخدها من قلب تونس في 2020. بعد كده البطوله اللي فاتت احنا قدرنا نفوز بيها هنا في مصر، فلو هو يبقى جاي متحفز جدا انه مش عايز يخسر البطوله الثالثه على التوالي، لان انت كمان هتكون قربت الفارق بيننا وبينهم، هم 10 القاب احنا 8، فلو فزنا باللي جاي هنكون 9 القاب وهنكون قربنا جدا من تونس في على منصات التتويج بتاعه كاس الامم الافريقيه يعني لكره اليد. فالموضوع هيكون صعب جدا. هو الوحيد اللي فلت بس منتخب الباسكت، ودي من ضمن الحاجات اللي كنا بنتكلم عليها. فقط فرصه التاهل من كاس العالم، من كاس العالم، ودي كانت الفرصه الاسهل ان انت تقدر انك تتاهل من كاس العالم يعني، مع انه المفروض انه كاس العالم اعنف واقوى، لكن انت كنت هتتاهل بصفتك المنتخب الافريقي اللي محقق نتيجه افضل في كاس العالم، فكان دي من ضمن الحاجات اللي هتديك فرصه انك تتاهل بيها. طيب ده ما حصلش. بناء على كده انت دخلت التصفيات العالميه بقى، وده مستوى اصعب بكتير لانه منتخبات قويه جدا ومنتخبات عنيفه ما تاهلتش من كاس العالم، فهتروح الملاذ او البوابه الرئيسيه او البوابه الوحيده ليها للتاهل هيكون من عن طريق التصفيات العالميه دي، فده هيكون الموضوع الاصعب. والدليل على كده انه خلاص هو بقى التوجه بتاع كل الاتحادات الدوليه يا كابتن في قصه التصنيف والتاهيل، هو التصنيف الدولي. فعشان كده انت كل ماتش بالنسبه لك هيكون مهم لانه هيعلي في تصنيفك، فبعد كده لما هتروح كاس العالم اولا هتبقى عندك قرعه اسهل، بعد كده حتى لو انت ما تاهلتش من كاس العالم هتبقى عندك فرصه انك في التصنيف واخد رانكينج افضل او مركز كويس، فهيوقعك في قرعه اسهل. كل ما انت بتسيب الحاجات دي الامور بتبقى اصعب بالنسبه لك، بتصطدم بقوه كبرى على مستوى العالم في التصنيف العالمي وفي البطولات الكبيره. طيب احنا دلوقتي عايزين نتكلم عن منتخب الطايره تاني لان في تفاصيل كتيره. الايطالي فلافيو جيونيلي المدير الفني للفريق، تقييمك لعمله ايه خلال الفتره اللي فاتت، واذا كان اضاف على الفرقه شايف الفرقه اكتسبت ايه منه؟ لا حاجات كتير. هو الراجل اهم ما يميز القصه انه برضو من ضمن الكلام مع بعض كتير من اللعيبه ومن مدير المنتخب كابتن محمد معوض لما كنت بتكلم عليه، الراجل اللي بص يعني بيرفع الضغط على كل اللعيبه اللي موجوده يعني، حتى بعد خسارتنا قدام ماتش الجزائر وهو كان ضيف لكل الناس سواء لعيبه او جهاز او يعني خلاص كان كده انت اوريدي متاهل وعارف انه بس هتوديك في طريق اسهل. بس قال لي هو بعد نهايه الماتش والناس كلها خارجه اللعيبه كلها حاسه انها مكسوره او حاسه انها هو اللي بيحصل، احنا بنخسر ماتش ازاي قدام الجزائر والدنيا مش رايحه بشكل افضل. قال لهم اقفلوا قال لهم اقفلوا الملف، موضوع المشكله دي مشكلتي انا مش مشكلتكم انتوا لازم تركزوا. احنا عندنا ماتش بكره مع كينيا، الماتش ده هو بالنسبه لنا ماتش البطوله، تكسبوه لان هو ده اللي هيأهلنا ان في الاخر نشيل الكاس. هتروحوا لسكه ان احنا صعبنا الدنيا على نفسنا، البطل مش هيستصعب حد، انتوا فريق كبير، انتوا كده لو رحتوا للسكه الاسهل ما انتوا هتقابلوا يا تونس يا الكاميرون في الفاينل، فممكن يكون هو ده انت رحت للطريق الاصعب، بس هو ده اللي هيخليك طول الوقت مركز وعامل حسابات لكل الفرق
انت كنت نازل النهارده مستسهل الماتش الجزائر، وكنت بتقول خلاص انا كده كده هكسب واتصدر مجموعتي. ده درس عملي ان انت لازم كل ماتش تبقى نازل حاطه قدام عينك ان انت هدفك ان انت تفوز بالمباراه، هدفك ما ينفعش ان انت تتهاون قدام الخصم بتاعك او قدام المنافس بتاعك، تبقى مستسهل المباراه او انت فاكر ان انت هتقلب المود بتاعك فهتقدر ان انت تكسب. لا، مفيش الكلام ده في الرياضه. انت لو مش نازل فول باور ومركز طول الوقت وطول ما انت في قلب الجيم. مصر واليابان كانت المباراة الثانية. المنتخب المصري اتكلمنا حول تأخره صعب جدا علينا. صحيح. ده ماتش مصر والولايات المتحدة، المباراة الأولى في تصفيات الألعاب الأولمبية، رغم ان المنتخب المصري خسر 3-0 لكن نتائج النقط نتائج الاشواط كانت كويسه داخل الاشواط 25-20 25-16 و25-19 وكان ند طوال الوقت المنتخب المصري. بص يا كابتن، هو حتى ده كان بان برضو من بطوله افريقيا. احنا يعني تقريبا انا واحد من الناس، احنا في مصر استحوذت على 4 جوائز فرديه وكان مرشحين لزياده، لولا طبعا يعني مش هينفع يدوا المنتخب واحد كل جوائز الفرديه بتاعت البطوله. بيني وبينك يعني ما دام بتتعمل احصاءات لو منتخب واحد ياخد جوائز البطوله كلها، ما دام الاحصاءات طالعه كده الاتحاد الافريقي لازم يعني نراضي ده ونراضي ده وعشان ده ينبسط وده حد. فاللعيبه نفسها بتتاثر بعدم الحياديه واحد من الناس. انا شايف محمد رضا اللي نعم. هو كليبرو منتخب مصر نعم قدم بطوله ولا اروع في تصفيات في بطوله افريقيا اللي كانت هنا. انا وجهه نظري الراجل ده كان يستاهل افضل ليبرو في البطوله. نعم. حسام يوسف عمل بطوله للتاريخ، خد جايزتين ما حققهمش قبل كده، انه يحقق افضل لاعب في البطوله وافضل معد. في التصفيات الاولمبيه حسام يوسف سابع افضل معد، ودي نتيجه طيبه جدا ليه برضه. حسام من ضمن اللعيبه اللي دايما يعني هي مظلومه اعلاميا ومظلومه جماهيريا، لكن كمدير فني ما حدش يقدر يستغنى عن وجوده في الملعب. صحيح. لان اولا هو حد حسه هادي جدا، تلعبه اساسي تلعبه احتياطي، هو بيمتثل ما عندوش مشكله. هو بيبص دايما على انه انا عندي ايه ناقص عشان ابقى انا موجود في قلب الملعب. صحيح. بيتمنى الخير للي موجود في الملعب، ما عندوش مشكله ان هو طب هو خد مكاني ليه، ده هو اصلا اقل مني، ده هو بيركز دايما على نفسه. لكن اعتزال عبد الله عبد السلام في المنتخب اداله الفرصه الاكبر طبعا انه يبقى موجود ده اساسي أكيد في المنتخب بنسبه كبيره. عبد الله كده كده كان تراجع عن فكره الاعتزال مع احمد صلاح، لكن كانت الاصابه لحقت بيه فكان بيتم تجهيزه، فما كانش عنده فرصه انه يقدر يكون موجود مع المنتخب في كاس الامم. وبناء عليه ما خلاص بقى كان الفرصه هتكون اصعب ان هو يلحق، لانه هيخش على مستوى تنافسي اعلى بكتير، ما فيش تدرج حتى ماتشات. يعني احنا في افريقيا الدنيا بتكون اسهل فاصعب فاصعب، لكن في التصفيات بتاعت الالعاب الاولمبيه دي الماتشات كلها برده صعبه. يعني القصه هتكون صعب جدا ان احنا ناخد الريسك. لا الموضوع صعب جدا يعني. صحيح. مصر واليابان كانت المباراه الثانيه. المنتخب المصري اتكلمنا حول تاخره بشوطين لفوز 3-2 وكانت مباراه مقفوله جدا بعد ما المنتخب المصري خد الشوط الثالث وعدل النتيجه. المباراه الثالثه امام سلوفينيا امام صربيا خسرها المنتخب 3-1. امام سلوفينيا خسرنا 3-1. فزنا على تونس ايضا بريمونتادا 3-2. مصر وتركيا 3-1 لتركيا، ومصر وفنلندا النهارده الفجر كان 3-2 لفنلندا. المنتخب المصري فاز بالشوطين الثاني والثالث. مظبوط يا كابتن. انا عشان كده انا بقول لحضرتك احنا ما فيش مباراه خسرناها من غير اشواط باستثناء مباراه امريكا بس. كل المباريات كان ليك بصمه، كان ليك دور. يعني كان لو انت مش بادئ الماتش كويس يعني. لا مفيش ودي كانت من ضمن الحاجات والمميزه جدا. وانا بالنسبه لي كان الاهم ان انت رايح حاطط قدام عينك ماتش تونس ما ينفعش اخسره، لانه من سنتين كان عندنا كاس عالم تونس رمت طوبه الماتشات كلها وسابت الماتشات، هي مش مركزه على اي جيم في كاس العالم هي مش عايزاه. المهم انا ماتش مصر وتونس المواجهه المباشره بيني وبينه اكسب مصر، وده كان حصل وقدروا انهم يفوزوا علينا 3-0. انا كنت بتكلم على لعيبه، طب يا جماعه انا اكيد هتمنى الخير للمنتخب وكنت اتمنى ان المنتخب يتصدر او على الاقل يكون وصيف الترتيب، مع ان انا عارف صعوبه التصفيات عامله ازاي يعني. لكن اكيد كلنا بنتمنى ان منتخبنا يكون في الصداره، لكن كواقعيا عارف ان الموضوع هيكون صعب جدا. بس اهم حاجه ما نخسرش ماتش تونس. يعني
بالنسبه لي ماتش تونس هو اهم جيم في كل السبع ماتشات اللي هنلعبها. صحيح. وهو ده من ضمن الحاجات اللي خلتنا نرجع مره ثانيه. انت ماتش تونس لا قدر الله لو كنا خسرناه 3-0 كنا النهارده زماننا جايبين بقى ورقه وقلم وقاعدين بنحسب طب احنا كده ممكن فاضل قد ايه ونقط قد ايه والماتش. انت النهارده داخل ماتش فنلندا بتقول كسبت شوط كسبت شوطين انا خلاص ابقى انا حطيت نفسي في الامان في السيف سايد انه حتى لو تونس كسبت تركيا في الماتش الاخير وده هيكون صعب جدا لان تركيا من ضمن المنتخبات القويه على مستوى العالم وعندها تيم كويس جدا. هكون انا ضمنت قصه التاهل وهو ده حصل. احنا لعبنا ماتشين احنا 4 ماتش تركيا وتونس كان الساعه 7 بس خلاص تونس كانت عرفت ان يعني بشكل شبه رسمي مصر وسعت الفرق بشكل كبير جدا فخلاص هم خسروا مباراتهم قدام تركيا 3-0. صحيح. عندنا كمان من ضمن اللاعبين اللي عملوا مراكز كويسه تاني افضل حائط صد في التصفيات كلها محمد عادل دولة ب 21 نقطة خلف البرازيلي فلافيو ريزيندي ب 22 نقطة. يعني كان أداء مميز لدولة. هو دولة على الشبكة وحش يعني بأمانة من ضمن اللعيبة اللي ده ايه يتعمل لها ألف حساب. فاحنا دلوقتي عندنا 2 أنا واحد من الناس أنا شايف إن وجود سعودي أو محمد عادل الاتنين فيهم ميزة إن فيهم تنوع. أنت عندك حد بيمتاز بالضرب وحد بيمتاز بحائط الصد فيهم ميزه ان كمان في تفاوت عمري شويه بين الاثنين. صحيح. ولسه طالع لك من تحت لعيبه كويسه. دي من ضمن النقط برضو اللي كنت بفكر فيها وانا جاي الاعمار السنيه للمنتخب المصري. انت عندك جيل دلوقتي فيه بقى حصل. انت تونس هيبقى عندها دروب كبير الفتره الجايه لان عندها منتخب كويس جدا لكنه الصف الثاني تقدم بيه العمر خلاص. هو لعيبه كبيره كتير منهم لعيبه خلاص دخلت 30 وحاجه و30 سنه يعني السن عدى بيهم. نفس المرحله اللي يكون احنا وقت ما كان المنتخب كيرفو بدا ينزل مفيش احلال وتجديد. وتونس للاسف ما عندهاش حتى صف تاني من اللعيبه اللي يقدروا يبداوا يخشوا بيه. لازم هيتعمل جيل جديد يعني لازم هيتعمل جيل جديد وهيتصبر عليه سنه او 2 أو 3 عشان يقدر بعد كده يخش المنافسه بشكل قوي. زي ما احنا انت خسرت مرتين افريقيا عشان تقدر بعدها تبدا انك ترجع تاني مره تانيه. لكن احنا عندنا اجيال من تحت طالعه كويسه. لازم الاجيال دي تبدا تاخد دورتها ويبدا يتضرب المنتخب كله بشكل قوي عشان نبدا يبقى عندك 12 14 لاعب قوام منتخب. صحيح. كلهم مستوى واحد. صحيح. مبروك للمنتخب المصري للكرة الطائرة للرجال التأهل للألعاب الأولمبية باريس 2024 ومبروك لمجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر هذا التأهل لأنه إنجاز كبير بيضاف إلى الإنجازات اللي اتحققت على صعيد المنتخبات المصرية في الفترة الأخيرة. أكيد يا كابتن. أوقات كتير كنا بنختلف وبنتفق معاهم في بعض القرارات وده شيء طبيعي عادي. صحيح. الاختلاف في الود او اختلاف في طريقه العمل الاداري لا يفسد للود القضيه. لكن في الاخر كلنا لازم نرفع لك القبعه لان انت تحملت النقد كنت قده واشتغلت على ان انت يعني عادي. انا ما عنديش مشكله. ده بالعكس بيكون شيء كويس ان انت تسمع على النقد وحطه ورا ظهرك وابدا بص شو حط مصلحه المنتخب قدامك واشتغل عليه. والدليل على كده ان انت رجعت راجل عنده خبره مع المنتخب الوطني مع انه هو تقلد مقاليد امور المنتخب في وقت صعب. انت الراجل اللي مسك المنتخب في نهايه 4 أول 5 في خلال 4-5 شهور شفنا الطفره الكبيره جدا في نتائج المنتخب. كلنا هنكون فرحانين لبلدنا ولمنتخبنا لما نشوف الاداء ده كله. كنت مختلف معاك على طريقه اداره المسابقات المحليه على طريقه اداره بعض الاشياء لكن في الاخر انا بتكلم ده للصالح العام مش لهدف شخصي. مش ان انا بعادي المنتخب او الاداره او اللعيبه. بالعكس انا هدفي ان انت تحط اللعبه بتاعتك في افضل مكان تحط المنتخب في افضل حال. انا اول واحد هطلع اقول يعني شابولك بشكل كبير وتحيه للمجهود اللي بذل لكل اعضاء مجلس اداره الاتحاد والمنتخب ومستنيين من المنتخب الاستمراريه لان انت عندك انت كاتحاد بنيت اجيال من تحت كويسه جدا هتساعد المنتخب ده على الاستمرار لسنين جايه ان شاء الله. هنروح لجودو. يسري سامي يحرز برونزيه تاريخيه للجودو في بطوله العالم للشباب بالبرتغال في وزن تحت 60 كيلو جرام.
الاتحاد الافريقي اشاد بيه، الاتحاد الدولي اشاد بيه، واداء اللاعب والمنافسين اللي تغلب عليهم من بدايه الادوار حتى دور الترضيه في النهايه كانوا منافسين كبار جدا. النهارده بتقيم ازاي هذه الميداليه يا استاذ محمد؟ بص يا كابتن، هو يسري من ضمن اللعيبه اللي مثلا يعني من سنه ونص او سنتين كده، وانا يعني شايف ان مشروع لاعب كبير، مشروع لاعب اولمبي. يسري يعيبه حته واحده بس، انه في فرق، يعني في شعره صغيره بين الثقه بالنفس وبين ان انت تتحول لسن. هو مش مغرور، بس السن طول يعني هو لما بيفوز على مصنف كبير بيحس ان انا لعيب كبير، وهو اوريدي لعيب كبير على فكره، يعني لعيب كبير جدا. بس مثلا في دور الثمانيه خسر من مصنف 94 على العالم. نعم. في حين ان هو مثلا في ال 16 وفي ال 32 كسبان ناس اعلى منه في التصنيف. صحيح. ولما لعب الترضيه كسبان ناس اعلى من الراجل المصنف ال 94 على مستوى العالم ده. فانت لازم كل ماتش بترمي الصفحه بتاعت الماتش اللي فات قبل منه ما تركزش فيه، بغض النظر عن على البطل اللي المنافس. كسبته. لان لا هو خلي بال حضرتك، يسري من ضمن اللعيبه اللي بتلعب كبار. نعم. ومع ذلك هو بيلعب، هو مرحلته العمريه دلوقتي 21 سنه، بيلعب بطوله عالم شباب. مع ذلك بيلعب، هو كسبان بطوله افريقيا كبار. وكان هو ده من ضمن الحاجات اللي انا كنت بقولها لحضرتك، خسر نهائي بطوله افريقيا شباب. يعني هو لعيب غريب الاطوار، لكن احنا امام موهبه. بس كده لازم الاعتناء بيه، لانه يعني الاتحاد كله، الناس كلها بتتكلم معاه، الجهاز الفني. انا اتكلمت مع كابتن محمد علي وكابتن حاتم عبد الاخر، وهم الاثنين موجودين في قياده القياده الفنيه للمنتخب. حاليا بيتكلموا لان هم عارفين ان هم طبعا الثلاثه الاوائل في بطوله العالم للشباب وزن تحت 60 كيلو جرام. الاول الياباني فوكودا ياماتو، الثاني الاذربيجاني امرانوف نظامي، والثالث المصري يسري سامي. فبقول لحضرتك هم بيتكلموا دايما مع يسري، يا يسري دايما ركز في كل جيم ان هو بالنسبه لك النهائي، ركز في كل جيم. خلي بال حضرتك، هو لاعب ناس كتير جدا، ممكن يكون لاعب البطل ده قبل كده في بطولات دوليه وكسبه. فهو ممكن، انا شايف ان انا عندي يعني كعبي عالي عليه، او انا عندي حظوظ على الراجل اللي انا جاي العبه ده. بس كل ماتش وليه تفاصيله، خاصه في لعبه زي الجودو. صحيح. انت ما عندكش فرصه انك ترجع. يعني احنا بنتكلم على منتخب الطايره، انت عندك فرصه انك تعمل ريمونتادا حتى لو ما بداتش الجيم. هنا مش القصه انك ما بداتش الجيم بافضل حال، ان انت سيء الاداء، لا انت كويس، بس في بعض التفاصيل الفنيه اللي ممكن تكون ما خلتكش تفوز بالمباراه دي. لكن الجودو انت ممكن في حركه واحده الماتش راح خلاص. لسه ما فيش حد تاهل من الجودو. لا لسه لانه لسه التاهل اصلا لغايه شهر 4 30/4 اللي جاي هيكون تم الانتهاء، لانه برضو بالتصنيف. لكن نقط البطوله دي هتفرق مع يسري في تصنيفه بشكل كبير جدا، هتحطه بشكل كويس بشكل كبير في التصنيف العالمي، هتفرق معاه في النقط. هو كمان زي ما قلت لحضرتك، هو بالمناسبه احنا عن افريقيا او تصفيات افريقيا للجودو السنه الجايه، ودي ما هتكون من ضمن التصفيات اللي ليها نقط كبيره جدا، حوالي اكتر من 700 نقطه في التصنيف الدولي والتصنيف العالمي للاولمبياد. هتكون عندنا هنا في مصر في شهر 4 اللي جاي، فهتكون فرصه كبيره جدا بالنسبه لكل لعيبه الجودو اللي موجودين المصريين في التاهل، في ظل صعوبه المنافسه دلوقتي. المنتخبات الافريقيه بقت مستويات قويه جدا. صحيح. جزائر، سنغال، مغرب، الموضوع بقى صعب جدا، يعني المنافسه بقت قويه جدا. نفس الشيء حصل في التايكوندو برضو، المنتخبات الافريقيه اتغيرت بقى في لعيبه منهم مصنفين عالميين يا كابتن. القصه انت مش بتتكلم ان انا هروح الاعب لعيب افريقي هو اللي هي بس اكسبه اتاهل الاولمبياد، لا هو اصلا هو اوريدي اللعيب ده مصنف الثاني على العالم. كوت ديفوار مثلا عندها ابطال اولمبيين، عندها ابطال اولمبيين، عندها مصنفين عالميين على مستوى العالم. فالموضوع بقى صعب، انت عشان تقدر تاخد الكوتا الافريقيه في الالعاب النزاليه دي، الموضوع بقى قوي جدا وبقى صعب يعني. صحيح. فهو تحيه كبيره لاتحاد الجودو، لانه كده اوريدي هو بطل افريقيا مراحل العمريه الثلاثه، بطل افريقيا كبار، بطل افريقيا شباب، ناشئين، ترتيب عام. هو مصر تصدر التصنيف الافريقي فيهم. السنه اللي فاتت كانت الناس كلها دايما بتقول انه طب ما انت قدرت انك تفوز ببطوله افريقيا شباب وناشئين، بس عشان الجزائر ما كانتش مشاركه. نعم. الجزائر المره دي رايحه مشاركه ببعثه اكبر من البعثه المصريه اللي رايحه مشاركه بيها. كانوا رايحين ب 34 لاعب ولاعيبه.
كان يعني لدرجه انا كنت بقول احنا هنقابل جزائريين مرتين في وزن واحد. انت هتقابله مثلا في دور ال 16 وترجع في الفاينل تقابل واحد جزائري تاني غير اللي انت قابلته ده. صحيح. لا الجزائر بتهتم بالالعاب النزاليه بشكل كبير جدا، وعندهم ليها يعني اهتمام قوي، وده كان بان حتى من دوره الالعاب العربيه ودوره العاب البحر المتوسط اللي احنا كنا شاركنا فيها، شفنا مستويات قويه جدا بالنسبه للجزائر يعني. صحيح. بشوف على مواقع التواصل الاجتماعي شكاوى كتير من لاعبي السومو ضد مرزوق علي رئيس اتحاد الجودو. هو على فكره الاتحاد المصري للجودو والسومو يعني اللعبتين مع بعض، ومفيش معسكرات ومفيش هل ده له تفسير؟ هل الاهتمام بالجودو طبعا يعني بيطغى شويه مأثر على قصه السومو؟ انا حتى كنت اتكلمت معاه في القصه دي، انه طب يعني قال لي انا كده عندي ميزانيه باخدها من وزاره الرياضه، وانا امين عليها ان انا لو عندي ميزانيه كبيره او عندي راعي يقدر ان هو يجي يشيل قصه السومو هرحب بيها ومش هقول لا بالنسبه للعيبه. لكن في الاخر وانا مش معارض ان اللعيبه تشارك في بطولات عالميه، يعني بالنسبه لي في بطوله العالم انا عينيا لما هودي اللعيبه. عندي دوره العاب عالميه اللي كان عبد الرحمن الصيفي خد فيها ميداليه ذهبيه في بطوله دوره الالعاب العالميه، شاركنا فيها. وكان قال لك ان المعسكرات لازم هتبقى معسكرات داخليه، لان انا ما عنديش رفاهيه ان انا اقدر اعمل معسكر شهر في اوروبا في ظل ارتفاع بقى الفجوه الدولاريه والفجوه بين العملات المحليه. طب هيوفر منين سيوله في ظل اللي موجود فيه البلد وفي ظل التحديات اللي موجوده؟ فما اقدرش ان انا يعني هيكون بالنسبه لي هو شايفه انه ده هيبقى اهدار مال عام ان انا اقدر اقعد منتخب كلعبه هي مش بالنسبه لي ولا لعبه اولمبيه، ولا انا هجهز منها لعيبه كلعيبه تبدا تكون تؤثر على طريقه تاهل للاولمبياد او بطولات عالم او لعبه هي نفسها ليها عراقه زي الجودو. فانا هوفر بالنسبه لي العمله دي او الجزء بتاع الفلوس للعبه اللي انا هتسال من وزاره الرياضه عليها، ان انا هيجي يقول لي انت اهلت كام بطل الاولمبياد؟ صحيح. هقول له اهلت 2 3 لعيبه للسومو، يقول لي طب انا عايز هو يبحث عن راعي ايه؟ يبحث عن راعي بقى ياباني. هو نفسه كان ضمن هو يفكر في الاتجاه ده. السفير الياباني كان راح حتى قعد معاهم، وكان دارت جلسه وراح يطمن على المنتخب المصري ان المنتخب المصري هيشارك في بطوله العالم للسومو ولا لا، وكانوا قعدوا مع الجهاز الفني قبل سفرهم لبطوله العالم للسومو يعني. فهي ده الحل الوحيد ان هو يكون في راعي ياباني فعلا يجي يشيل قصه السومو دي. صحيح. ويشيل بقى معسكراتهم سعداء جدا على فكره يعني لانها رياضه وطنيه عندهم بالنسبه لهم في تاريخهم وفي عقائدهم بالنسبه لهم فهو مرحب بالفكره، ما عندوش مشكله معاه قصه لو هيجي في حد يقدر يشيل القصه دي اهلا وسهلا. لكن انا في الاخر هاجي اتسال، لا هو ده طبيعي بيحصل، ده هيتسال من اللجنه الاولمبيه ويتسال من وزاره الرياضه، انت الدعم اللي انت خدته صرفته فين واهلت بناء عليه كام لاعب؟ هقول انا اهلت لعبه ثانيه خالص؟ طيب مين قال بقى انت خدت الفلوس دي للبند ده رحت صرفتها على بند ثاني ليه؟ بناء على ايه؟ صحيح. نروح لكرة اليد. أمس توج الأهلي بطلا لأفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد بالكونغو برازافيل المرة السادسة في تاريخه بعد أعوام 1985 1993 1994 2012 و2016. فوز الأهلي بالبطولة دي يعني إيه لفريق كرة اليد قبل انطلاق السوبر جلوب أو قبل كأس العالم للأندية؟ بص يا كابتن، يعني الأهلي حاجات كتير جدا. أنت حققت اللقب السادس في تاريخك، استعدت اللقب غايب عن خزانك لمدة 7 سنين، كان كتير قوي على الأهلي 7 سنين دوري أبطال أفريقيا ما يبقاش موجود، بسيناريوهات كمان غريبة في النص. يعني أنت تبقى بطولات تبقى أنت قريب جدا من أنت تفوز بالبطولة، بعد كده بطوله خلاص تبقى بره حوزتك. السنه اللي فاتت كان اقربهم الزمالك، الاهلي كان في السيمي فاينال راح بيلعب الزمالك في قبل النهائي، خسر من الزمالك، راح لعب على الثالث والرابع قدام الافريقي، والزمالك خسر قدام الترجي في النهائي. بطولتنا هي نفس بطوله افريقيا، فكان الاهلي كان بيبقى قريب جدا من البطوله في توقيتات، لكن عنده سوء التوفيق او الامور الفنيه ما كانتش بتبقى افضل شيء. تم بعد نهايه بطوله افريقيا اللي كانت في شهر 10 2022 تم التعاقد مع واحد من ضمن افضل مدربين على مستوى العالم، ديفيد ديفيز. كان مدرب منتخب مصر، حافظ لعيبه
حافظ اللعيب المصري بفكره بعقليته بتفاصيله كلها. الراجل بيعمل حاجات غريبه بشكل كبير جدا. انا من وجهه نظري انا شايف ان الفرقه في التوقيت الحالي ما فيهاش فيها لعيب اساسي واحتياطي. مفيش لعيب في الاهلي ضامن مكانه او ضامن مركزه. اللعيبه كلها بتأدي افضل شكل بالنسبه لها. طبعا مش هقول انه البطوله دي هي الاقوى. انا واحد من الناس شايف انه من قبل ما الاهلي يشارك الاهلي المنافس، الاهلي يعني المرشح الاوحد للفوز بلقب البطوله، عشان نكون امنا. مفيش حد موجود قصادك على الساحه. الزمالك اعتذر عن المشاركه. انديه تونس سواء ترجي او عندهم مشاكل ماديه وعندهم مشاكل كبيره جدا في قصه التدعيمات وقصه القوام، العناصر الاساسيه اللي موجوده في الفريق. فما فيش حد يقدر ان هو يكون منافس بالنسبه لك او انت تقدر تعمله حساب. مع احترامي لكل المنتخبات او كل الفرق اللي كانت مشاركه في البطوله، ودي كانت من ضمن الحاجات اللي كنت انا بدي فيها رصيد لديفيد ديفيز، ان هو الراجل ما بينزلش يلعب على قد الماتش. بينزل انا الاهلي ينزل يكسب فرق 10 12 15. صحيح. انت الفاينل النتائج خلصان 37 23 14 نقطه 14 بونت على شبيبه كنشاسا. فانت يعني انت نازل خلصت الجيم من بدري وريحت دماغك، ما تخشش بقى في حسابات وتخشش في ازمه ولا تأزم المباريات وتبقى صعبه عليك. استعدت اللقب زي ما قلت لحضرتك، اللقب السابع. استمريت في ان انت تقدر بعد الصحوه اللي انت عملتها السنه اللي فاتت بفوزك ب3 بطولات، دوري وكاس سوبر افريقي. اديك بتبدا بدوري ابطال افريقيا. اتاهلت لكاس السوبر القادم اللي هيتلعب في شهر 5 وهيبقى قدام الزمالك، او لو اتلعب على غرار السنه اللي فاتت وانه يبقى فيه اكتر من 4 فرق، فهتبقى على الاقل ضمنت لنفسك مقعد من ضمن المقاعد بتاعه التاهل للمشاركه. انت كده اوريدي وصيف كاس الكؤوس وديك بطل دوري الابطال، فضمنت ان انت تكون موجود في كاس السوبر الافريقي، واللي بدوره مؤهل لكاس العالم او بطوله العالم للانديه سوبر جلوب. هيخليك انت رايح سوبر جلوب بمعنويات مختلفه جدا بشكل مميز. طبعا مع صعوبه القرعه ان احنا نبقى الاهلي يكون مع برشلونه والنور السعودي، قرعه صعبه جدا. يعني قصه انه يكون الاهلي مع برشلونه موضوع صعب. يعني احنا كلنا شفنا البروفه حتى اللي كانت موجوده الاهلي لما كان لعب بطوله دوليه قبل بدايه الموسم مع برشلونه، مستوى طبعا ضخم، مستوى كبير جدا يعني. صحيح. نروح للبطوله العربيه للسله. النهارده مباريات ثمن النهائي ان شاء الله في البطوله العربيه المقامه في قطر. هتجمع المفترض الاتحاد السكندري وخدمات البريج الفلسطيني اللي انسحب من البطوله بسبب الاحداث اللي بتشهدها فلسطين، بدايه من صباح امس عمليه طوفان الاقصى وما صاحبها في الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي. المفترض انه الفائز من هذه المباراه هيلعب مع الفائز من مباراه الاهلي والفتح السعودي. هتقام النهارده باذن الله في ثمن النهائي، هيلعبوا مع بعض في ربع النهائي، وبالتالي الاتحاد السكندري ينتظر الفائز من هذه المباراه اليوم. بيروت اللبناني ووحدة صنعاء اليمني، الاتحاد الليبي وقطر القطري، القادسية الكويتي ودجلة الجامعة العراقي، الكويت الكويتي وسيب العماني، جمعية سلا المغربي ومجد طنجة المغربي، المحرق البحريني ودينامو لبنان اللبناني. بشكل عام شايف البطولة دي ومدى قوتها ايه؟ واحنا عندنا حامل اللقب هو الاهلي، هل يستطيع الاهلي انه يحافظ على لقبه في هذه البطولة؟ هو حامل لقب البطولة قبل الماضية. البطولة الماضية كان الكويتي وكسب الاهلي فرق بونت صحيح في النهاية كده. كان موجود في الفاينل كان موجود في الفاينل وخسر باسكت يعني. نعم. فالموضوع صعب بالنسبة للاهلي، صعب جدا، لان الاهلي أزم الدنيا على نفسه بعد خسارته برونزية بطولة العالم الانتركونتيننتال اللي كانت من ايام في سنغافوره. صحيح. الاهلي لو كان قدر انه يفوز بالبطوله دي كانت الامور هتكون، انا حاسس انه الاهلي ما عندوش مشكله فنيه، الاهلي عنده مشكله نفسيه. اللعيبه مش حاسه انها جايبه فورمتها، اللعيبه مش حاسه انها الكوره مساعداها، مش قادره انها اللعيبه تخرج ازاي من الحاله دي؟ يعني برضو المنافسه في كاس العالم للانديه حاجه والبطولة العربية حاجة تانية. المفترض انه اللاعب المحترف بيعرف يخرج نفسه، بيعرف يساعد زمايله. اجواء البطولة كابتن كانت مختلفة، انت اللي بيساعده عشان يخرج. كاس العالم أندية الاجواء بتاعتها كانت مختلفة. انت بادئ البطولة
بفوز ولا اروع، صعب جدا على بطل الجي ليج في البطوله في بطل امريكا انت تفوز عليه. بعد كده خساره متوقعه وكان طبيعي، لان فرقه البرازيل هي بطل اصلا دوري اللي فازت ببطوله العالم او الانتر كونتيننتال، فكان بالنسبه لنا خساره كانت عاديه جدا. المنافس الصيني انا اتفرجت على ماتشين والاثنين كانت الدنيا سهله جدا. لو كان الاهلي دخل الجيم فرض اسلوبه هو اللي متحكم في سير المباراه، كان الموضوع هيكون اسهل بالنسبه لنا كتير جدا. لكن بعض الامور الفنيه انه كان في روتيشن كتير في الفرقه على اساس ان انت تقدر تغير لعيبه وتقدر تحتفظ بيهم لشكل كبير، ده ادى فرص كبيره ان الفريق اللي قدامك يحسوا انه لا، ان المباراه في الامكان ونقدر اننا نكسب. فبالبلدي اتشعبط في الجيم وقدر ان هو يفرض اسلوبه، هو بقى اللي يفرض اسلوبه علينا ويجرينا ورا الجيم لغايه ما هم، فحصل للعيبه هزه نفسيه ان انت الدنيا مش اسهل حاجه. مع الطبع بقى ان انت الاتحاد السكندري افضل في البطوله العربيه بنسبه كبيره جدا، وانا واحد من الناس شايف ان الاتحاد مكتمل الصفوف فنيا اداريا. اسامه برضو بس هم جابوا مختار غيازه وعندهم عندهم لعيبه كتير كويسين، عندهم لعيبه كتير جدا كويسين، وده بالاضافه اصلا لبقيه قائمه عناصر الاتحاد السكندري فيهم هارموني كبير. اللعيبه نفسها حاسه انها تقدر تقدم افضل ما عندها. شفنا ماتش بينهم وبين دينامو اللبناني يعني كان تقريبا شبه نهائي مبكر. ارشح الاتحاد مع فريق يا اما من الكويت يا اما من لبنان للفاينل يعني. صحيح. على اي حال بنتمنى التوفيق للاهلي والاتحاد في البطوله العربيه ان شاء الله، وبشكرك جدا، نورتني النهارده في صباح الرياضه، شكرا جزيلا. كان ضيفنا النهارده في ختام حلقتنا من صباح الرياضه الاستاذ محمد ناجي مدير تحرير موقع تتويج، سعدنا بيه وبحضراتكم، بشكركم دايما على طيب المتابعه، في امان الله.